بسم الله توكلت على الله. يا ألف أهلا بحبايبي المصطفى في الكوكب كله. نوحد الواحد ونصلي على حبيبكم الهادي. وهنعمل سوا النهاردة المكرونة البشاميل بس على البارد. البارد ازاي؟ يعني البشاميل بتاعها هيتضرب الأول على البارد. يلا مع بعض نشوف تفاصيل الفيديو بتاعنا. المكرونة البشاميل من أكتر الحاجات المحبوبة، ويلا نشوف تفاصيلها مع بعض وإن شاء الله تعجبكم. بسم الله. اول حاجه معايا طاسه على النار، احط فيها معلقتين زيت كبار. عايزه تستخدمي زبده مفيش مشكله، لكن انا هستخدم زبده كتير في البشاميل، فبقول نخلي الشغل مع الحشوه يكون بزيت عشان يكون خفيف. هخليهم يسخنوا جدا جدا وانزل عليهم بكميه اللحمه، عشان انا عايزه احتفظ بالسوائل جوه اللحمه، ما تبقاش سايبه سوائلها وتبقى ناشفه. طيب انا دلوقتي الكميه اللي عندي دي طبعا كتيره جدا بالنسبه لو حد هيعمل صينيه في البيت. انا عامله حوالي كيلو وشويه لحمه مفرومه، لان انا بعمل 3 صواني زي ما انتم فاهمين. ده بيكون شغل اوردرات ناس، فبالتالي بضطر ان انا ازود الكميه. حضرتك تقدري تعملي نص كيلو، ربع كيلو، المتاح عندك اشتغلي بيه. اللحمه هحطها الاول على الزيت وهو سخن جدا، عشان زي ما انتم شايفين كده تبدا تاخد صدمه ومن غير ما تسيب ميه ولا حاجه. وابدا اخليها كلها تاخد نفس اللون، وانزل عليها بالبصله بتاعتي اللي انا برضو عاملاها في حجم. اخليهم يتعصجوا كويس، اقلبهم مع بعض تقليب كويس بحيث ان هم يتشربوا من بعض ويبداوا يدخلوا في السوا. البصل امتزج مع اللحمه كويس جدا، بدا يدخلوا في السوا بنسبه 50%. طبعا تقدري تدوقيها في المرحله ديت لو شايفه انها بدات تستوي كويس. خلاص هنزل عليها بقى بالمشروم. المشروم طبعا حاجه اختياريه، لكن انا زي ما قلنا ان عندي اوردر ناس طالبينه بمواصفات معينه. تقدري حضرتك تستغني عن المشروم خالص، او اي اضافه ممكن تكون مش موجوده عندك تقدري تلغيها في الاوردر بتاعنا كله على العموم، مش بس المشروم. لكن الحقيقه بيضيف طعم جميل جدا جدا للحشوه بتاعه المكرونه. وبقت المكرونه بتاعتي مميزه بيها بحاجات معينه كده، منها المشروم. طيب ده دلوقتي حطيت بابريكا. طبعا البابريكا بتغير معايا لون اللحمه تماما، بتخلي البصل واللحمه بقوا حاجه واحده، بتخليكي ما حطيتيش بصل اصلا، بتبقى مدوبه البصل معاها كويس قوي. طيب معايا كمان معلقه بهارات لحمه، صديق الصدوق الجنزبيل بودر، بصل بودر، نص معلقه فلفل اسود مع جوز الطيب. لو مش متاح عندك الاتنين تقدري تستخدمي المتاح منهم. وهنضيف الملح. طبعا كل المقادير بالجرامات والتفصيل هيكون في صندوق الوصف. وهقلب الكلام الجميل ده كله مع بعضه لغايه ما يمتزج كويس كله، بهاراتنا والبصل واللحمه والمشروم والزيت والملح. عندي اضافه اخيره، الجزر المبشور. انا عندي الجزر مبشور ومتفرز في الفريزر، طلعت جزء منه هضيفه على اللحمة وافككه معاها واعصجهم مع بعض كده. تمام. الحشوة بتاعتنا جاهزة، هنسيبها على جنب على ما نجهز المكرونة والبشاميل. جهز المكرونة، حطيت نص الحلة مية على النار، واحط لها معلقتين ملح كبار وكمان معلقتين زيت. انا مش عايزاها تبقى ماسكة في بعضيها، واحنا عندنا الخطوة اللي هتخلينا المكرونة بتاعتنا متماسكة وكويسة. المية على النار، مجرد ما تغلي بنزل المكرونة وبسيبها بالظبط 8 دقايق وبخرجها اصفيها. تقدري بعد ال8 دقايق قبل ما تصفيها تعمل لها اختبار بسيط وتشوفيها لو زي ما انت حباها ولا حباها تستوي اكتر. لو سويها زايد منك هتحطيها تحت الحنفية وتفتحي عليها المية، او تحطي عليها شوية مية سقعانة. لو سويها مظبوط خلاص هتسيبيها كده، ولو سويها اقل شوية كمان هتسيبيها ومتقلقيش منها. هي على ما تاخد حرارتها هتكون كملت السوا بتاعها زي ما انت عاوزة. دلوقتي هنجهز البشاميل. البشاميل بتاعنا النهارده على البارد، والحقيقة انا بشوف ان هو من احلى انواع البشاميل اللي بتنجز معايا لما يكون عندي كميات كبيرة محتاجة اشتغل. وكمان الحقيقة النتيجة بتاعته مبهرة جميلة جدا. طيب انا حطيت هنا كوبايتين كبار شوربه، وزيهم هضيف كوبايتين حليب. كل اللي معايا بهارات، فلفل ابيض وملح بس، ومرقه دجاج تقدري تلغيها لو تحبي. كمان عندي علبه كريمه لباني المراعي، هاخد نصها دلوقتي والباقي يتحط على وش المكرونه. وكمان تقدري تستغني عنها لو مش عايزاها او مش متاح عندك الكريمه اللباني، وممكن تستخدمي بديل ليها كريمه لباني بودر او حته قشطه، وش لبن، اي حاجه تزود دسم المكرونه لو انت عايزه تعملي كده. وكمان معايا كوبايه دقيق هضيفها على الكلام ده كله. وزي اي بشاميل معايا كوبايه دقيق يعني معايا كوبايه زبده. فانا هحط نص كوبايه الزبده دلوقتي على الدقيق يتخلط معاه، والباقي هحطه وانا بشغلها على النار.
وهضرب الخليط العبقري ده كله ضرب كويس جدا ضربا مبرحا عشان كله يتمازج مع بعضه كده وينعم، ونروح بيه على الحلة بتاعتنا اللي هنحط فيها بقية كمية الزبدة اللي احنا اشتلناها، ومعاها معلقة زيت صغيرة جدا. وعلى النار هادية جدا جدا هنزل بالخليط اللي ضربناه على الزبدة، وايدي طبعا في قلبه بالمضرب عشان ما يعملش اي كلكعة. وهو في الحقيقة ما بيعملش كلكعة طول ما انتي عاملة نسبة الدهون قد نسبة الدقيق. حتى لو الشغل على البارد، حتى لو البشاميل على البارد برضو بيكون محتاج يكون نسبة الدقيق بتاعته متعادلة مع نسبة الدهون عشان نجاح البشاميل بتاعي. وفي مرات جاية ان شاء الله هنعمل بشاميل بدون اقل وبطرق ناجحة جدا ان شاء الله. لكن احنا النهارده شغالين بالطريقة الأساسية السهلة علشان تبقى متاحة لكل البنات، لأن المكرونة البشاميل بالتحديد من أكتر الحاجات المطلوبة وبتسأل عنها في كل الأوقات. هوصل للدرجة المظبوطة للبشاميل، وهي إن انت لو قلبتي المعلقة بتاعة البشاميل اللي معاكي وخدت صباعك كده عليها ما بيرجعش المكان اللي انت قطعتيه. طبعا أنا كنت مصوراها الجزئية دي بس مش موجودة معايا، لو لقيتها في الفيديو أوعدكم إن أنا أنزلها. وعندي المكرونة اللي سلقتها هبدأ أضيف عليها حوالي كوبايتين كده من البشاميل اللي معانا. زي ما انتوا شايفين البشاميل اللي تقوله عامل ازاي. لو سحبتي بقى على ظهر المعلقة اللي معاكي دي كده البشاميل وما رجعش لبعضه تاني، انت كده شغالة صح والبشاميل بتاعك سمكه معقول جدا. الطريقة اللي بنشتغل بيها النهاردة الطريقة البدائية السهلة جدا المعروفة عند أغلب أمهاتنا، واللي كانت بتطلع لنا نتيجة مكرونة بشاميل قمة في الجمال. وانا مش هقول لكم تسالوا العملاء بتوعي او الناس اللي اكلوا المكرونه من عندي، انا عايزاكم تعملوا المكرونه بنفس الطريقه ونفس الخامات وتقولوا لي انتوا رايكم ايه فيها بعد ما تنفذوها. طبعا الخطوه دي مهمه جدا لتماسك قطعه المكرونه، حتى لو انت مش سالقه المكرونه قوي كمان بتخلي القطعه متماسكه وجميله. زي ما انت شايفه المكرونه مش معجنه، لكن شويه البشاميل اللي اتحطوا عليها بيخليها متماسكه اكتر من انك تعمليها طبقات وتحطي عليها بشاميل. وفي صينيه مدهونه زيت او سمنه بلدي هحط كبشه كده من البشاميل اللي معانا او اتنين، اوزعهم في الصينيه وانزل عليهم بنص كميه المكرونه اللي عندي، وبوزع المكرونه في الصينيه كلها بالتساوي. وبعد كده هفرد كميه اللحمه اللي احنا عصجناها. ولو حابه تعملي الكلام ده على طبقتين مفيش اي مشكله انك تعملي طبقه لحمه خفيفه وترجعي تعملي مكرونه ولحمه خفيفه تاني وهكذا، لكن انا حباها تبقى الحشوه بتاعتها في النص بتاعتها بس. والحشوه اللي عندي هتبقى كده يا دوب لان دي اخر صينيه انا شغاله فيها، وبقيه الصواني اتحشت. فبألف هنا وشفا كده يا دوب الصينيه اللي معايا تاخد طبقه واحده من اللحمه المتعصجه، لكن هي الحقيقه طبقه كافيه ووافيه يعني فيها سمك حلو يعني محشيه حشوه محترمه جدا الحقيقه. ودلوقتي هنزل بالطبقه التانية وكمان هنسويها زي ما عملنا اول مره، نسويها كويس جدا وهجيب البشاميل وهغطي وش الصينيه بتاعتي كويس. طبعا انا ما حطيتش بشاميل بين الطبقات لان انا حاطه على المكرونه بشاميل. عايزه تحطي بين الطبقات مفيش اي مشكله خالص، لو الكميه اللي عندك بتكفي مفيش مشكله. انا هظبط الصينيه بتاعتي بالبشاميل اللي عندي. فاكرين شويه الكريمه اللي سبناهم في اول الفيديو؟ ده وقتهم دلوقتي هنحطهم على وش الصينيه بتاعتنا ونحاول نوزعهم بقدر المستطاع على وش الصينيه كلها. بتزود الصينيه وبتخليها غنيه جدا وطعمها فوق ما تتخيلي من الجمال. بتغنيكي انك تحطي جبنه او اي حاجه تانية. طبعا هي المكرونه البشاميل اللي في الاساس مش بيتحط لها جبنه مش بيتحط لها بيض، ممكن مش بيتحط لها كمان كريمه. الكريمه دي اضافه على حسب امكانياتك، لكن الحقيقه بتضيف لها قيمه عاليه جدا وطعم خطير. طبعا دلوقتي هنضف الصينيه بتاعتي من بره زي ما احنا متعودين عشان لما اروح بيها على الفرن ما تتحرقش من اطرافها. ودي صينيه تانية من نفس الاوردر اللي مجهزاهم معايا، ودي كمان طاجن تاني. يعني الحقيقه كانت الاوردر ده 4 صواني، طاجن صغير وثلاث صواني زي ما انتم شايفين. ما شاء الله بألف هنا وشفا. بجهز الصواني كان الفرن بتاعي سخن جدا، هخلي الحرارة من تحت عالية ومن فوق أقل من المتوسط، وهحط الصواني بتاعتي. وإذا الفرن بتاعي بيشتغل من ناحية واحدة بس هنشغله من تحت الصينية تغلي وتستوي، بعد كده هنشغلها من فوق تاخد اللون اللي احنا عاوزينه. وبألف هنا وشفا. صينيه المكرونه طبعا في ناس كتيره بتقولك ازاي تعرفي انها استوت. انت اصلا عامله البشاميل مسوياه والمكرونه مسلوقه واللحمه معصجه، يعني انت مجرد ما اخدت لون معاكي ونشفت فوق وتحت بقت تمام، او انت بتبقي شايفه اطراف الصينيه انها نشفت خلاص من جوانبها كده. بعد كده لو انت عايزه تتاكدي اتاكدي بخله طويله او بسكينه نزليها في قلب الصينيه هتلاقيها طالعه ناشفه مش عليها سوائل كتير، تبقى تمام كده اخدت اللون اخدت السوى المظبوط بتاعها. صينيه المكرونه من الحاجات الجميله اللي ممكن تجهزيها على بيات وتسيبيها في تلاجتك
هتطلعيها قبل التقديم بساعتين، هتسويها وتسيبيها تهدى شويه وتقدري تقطعيها وتقدميها كويسه جدا. لكن الملحوظ مهمه، لو هتسيبيها بايته في التلاجة اي حاجه هتضاف على الوش خليها وانت رايحه تدخليها الفرن. يعني هتحطي البشاميل بتاعك عادي على وش الصينيه وهتحليها في التلاجة. طبعا لو غطيتي الصينيه على طول اي حاجه هتغطي بيها الصينيه البشاميل هيلزق فيها، فهتسيبيها هتاخد وش كده ناشف شويه. ما تقلقيش من الوش ده. لما تيجي تدخلي الصينيه الفرن هتضيفي معلقه كريمه لباني، معلقه حليب، زبادي، اي حاجه عندك زي فرشه كده على الوش، بس هتطلع معاكي جميله جدا جدا. واذا هتغطي الصينيه بستريتش او حراري او اي حاجه لازم تدهني الحاجه دي الاول زيت كويس جدا قبل ما تحطيها على وش صينيه المكرونه. وبالف هنا وشفا ان شاء الله. واذا عجبكم الفيديو منتظرين دعمكم، لان حقيقي دعمكم ومتابعتكم لاي قناه وفيها محتوى بيتعب عليه بيكون سر تقدم القناه ديت استمرارها ان شاء الله. ودعمكم المستمر ليه بالاشتراك او الاعجاب او التعليق على المحتوى هو ده سر تقدمنا. لو نستاهل وجودكم معانا شرفونا بالدعم. استودعتكم الله، السلام عليكم.